وبعد ما عرفت انت رايح على فين، دلوقتي جه دور السؤال الأهم. أنا ليه موجود هنا أصلا؟ وموجود هنا أصلا مش في المكان ده، لأ، ده في الدنيا عموما. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لسبب. الشمس موجودة عشان تنور، والزرع بينبت بنزول المطر، وعشان كده احنا موجودين لسبب والغاية. بس الفكرة إن إحنا ما جاش في بالنا إن إحنا نسأل نفسنا السؤال المهم: أنا ليه هنا؟ إيه دوري في الحياة؟ وإيه الفرق اللي ممكن أعمله؟ عايشين بنظام الأوتو بايلوت، كل يوم زي اللي قبله. بنصحى من النوم، نشتغل وناكل ونشرب وننام، وبنفارق الحياة، وكتير مننا مبيبقاش عنده إجابة للسؤال ده، وكأنه ما كانش موجود. الأنبياء كان عندهم السؤال ده، وطبعا لقوا الإجابة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح غار حراء في الخلوات بتاعته، أول بداية الوحي كانت اقرأ، وهي دي كانت رسالته. انت كمان محتاج تعرف ايه هي رسالتك، ولما تحددها هتعيش مرتاح ومبسوط وسعيد. لو انت عرفت إجابة السؤال ده، شاركني في التعليقات وقول لي ايه هي رسالتك في الحياة. استنوني في باقي الحلقات مع رمضان ضربة البداية.